مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بألف ألف خير. مشتاقة لكم كومات. حبايبي، اليوم وصفتنا الكيكة اليومية أو الكيكة العادية. أحكي لكم شنو القصة مال هاي الكيكة وليش دا أسويها بهاي الأكواب. وحدة من الصديقات الكلش مقربات عليه دا تقول لي كل ما أسوي كيكة تخرب تفشل، تقول كنت قبل أسوي الكيكة زينة هسه دا تخرب عندها. قلت لها ايش دا تسوي؟ نحكي لي المقادير شنو تستخدمين الأوفن. قالت لي المقادير اول شيء تستخدم الاكواب العاديه. قلت لها اوكي مو مشكله هاي نحلها. المشكله الثانيه شنو؟ قالت لي استخدم الاوفن الصغير، يعني مو الفرن الكبير، الاوفن الصغير كل العراقيين طبعا يعرفوه. وقالت لي الكيكه عندها ما ترتفع، يعني اول ما تحطها قبل تتحمر من فوق ومن جوا وما ترتفع. قلت لها شنو درجه الحراره اللي عندك؟ اعلى اعتقد قالت لي اعلى درجه حراره عندها يمكن 200 كيلو بهذا الفرن الصغير، وتفتح الفوق والجو لان ما تقدر تتحكم، ما تقدر تسد الفوق او الجو. عندها المشكله انه ينفتحون سوا الفوق والجو ينفتحون سوا. قلت لها اوكي وحده وحده. المهتم حبايب بالكيك والفشل ونجاح الكيك ممكن يسمع كلام، والما مهتم ممكن يقدم شويه لقدام ويتابع الوصفه حسب ما تحبون. حتى اللي ما يحب حكي هواي ناس تعاني من هاي المشكله الصراحه، هواي ناس تسالني. فقلت لها اوكي الاوفن لازم لما تخلين الكيكه تخلين على اقل درجه، اللي هي قالت لي اقل درجه عندها 150 وعلى درجه 200 يعني للكيك. فقلت لها اوكي تستخدمين 150 ما نريد ال 200 لانه مثل ما تعرفون الكيك على 180 مقوي شوي، فهي عندها 150 وعندها 200 كلش درجه حراره عاليه. قلت لها اتركي ال 200 سخني الفرن قبل 10 دقائق على ال 150. هاي اول نقطه. ومكونات الكيكه حسب المقادير هسه راح احكي لكم عنها، ما راح ابدا بالمكونات، هسه نترك هاي الخطوه. ولما تشوين لانه خطيه فرنها فوق وجوا يشتغل سوا، قلت لها تخلين جوا الشوايه الفوق، يعني الشوايه الفوق تخلين صينيه فارغه وتخلين قالبك بالخط الوسط او الفرن الرف الوسط، بحيث نحجب الحراره اللي فوق عن الكيكه. وعلى الرف الوسط على 150 وانطيتها مقادير معينه. ثاني يوم كتبت لي كلش فرحانه، تقول صار فتره طويله انه هي الكيكه ما تنجح عندها واول مره تنجح، وكانت تدعي لي دعوات كلش حلوه وانا كلش فرحت بهاي الدعوات. نجي على مقادير الكيك حبايب. المقادير الكيك دائما كيمياء، الكيك مثل الكيمياء، الحلويات كيمياء، الطبخ لا. ممكن نطبخ تمن مرقه نتحكم به، نحط ملح بكيفنا، نحط بهارات بكيفنا، نحط فاصوليا بكيفنا. بس الحلويات حبايبي الكيك او المعجنات او البسكت لا، هاي لازم مقادير معينه ما يصير نتلاعب بيها. حتى لو نتلاعب بيها لازم نعرف شو نسوي، يعني مو اي شيء. يعني مثلا عندي هسه انا هاي الكيكه، راح تلقون حبايب المقادير بصندوق الوصف. هسه هاي كيكتي، هنا عندي طحين، هنا أنا عندي حليب سائل. انا راح استخدم هذا المج حبايبي بكل المقادير. شوفوا هذا المج الصغير او الكوب مال الشاي، هذا حجمه وسط، يمكن اكو حجم شويه اكبر بس هذا حجمه وسط. بس اي كوب تستخدموه نفس الشيء. بس اريد قبل ما ابدا احكي على شغله، مثلا هاي الوصفه بها نشا. هسه اني هاي ملعقه نشا، مو تجون تحطون ملعقه النشا بهالطريقه حبايبي هيجي تملوها ملي. لما اقول ملعقه طعام، هاي ملعقه طعام نشا، مو تملوها ملي لا، هيجي مسح. هاي ملعقه لما تملوها تعادل تقريبا ربع كوب يمكن. هاي ملعقه مسح، يعني مو مسح يعني هيجي. شوفوا هاي ملعقه نشا، انا اريد هنا 3 ملاعق مثلا نشا. باعوا انا قصتهن هنا، هاي 2. تدرون النشا يلزق. وهاي 3. باع حبايب مو مليانه، ملي هيجي. تشوفون هاي معناها ملعقه نشا. انا استخدمت الملاعق العاديه والاكواب العاديه حتى انتم ما تخربطون، او ما عندكم اكواب مثل ما هاي البنيه قالت لي ما عندها اكواب قياسيه. واتصور يعني هوايه بنات ما عندهم اكواب قياسيه، فلهذا هاي تساعدهم الطريقه وسهله وما يعني ما يحتارون. هنا أنا بيكنج صودا حبايب باعوا، هنا نص ملعقه. تشوفوها بيكنج صودا اللي هي الصودا اللي نحطها للفلافل، مرات يدوخون من اقول بيكنج صودا، انا احكي باسمها العلمي. شوفوا نص ملعقه، تشوفوها مو مليانه. هاي نضيفها هنا هم. هنا هذا بيكنج باودر هيجي ملعقه. باع حبايب هاي ملعقه كوب، مو ملعقه شاي، مو استكانه شاي، ملعقه الكوب. هاي 1 وهاي 2 باعوهم مليانه.
شوفوا مو متللة، يعني شوية أكثر من المسح. هاي ملعقتين. هاي بالنسبة للمكونات راح أخلطهم مع بعض هيجي، أو ممكن تنخلوهم يكون أحسن، إذا تنخلوهم يدخل هواء أكثر. هسه حبايب هاي بيض، المهم إنه يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، نطلعينه قبل فد نص ساعة إلى أن يصير بدرجة حرارة الغرفة. هاي 3 بيضات عندي. ممكن تستخدمون الخفاقة الكهربائية تكون تساعد أسرع، يعني بالإيدي يصير بس شوية تطول وإيدينا توجعنا. هنا ملح بنفس القياس مثل ما قلت لكم، الملعقة الكوب أنا استخدمت هنا حبايب بقياس الأشياء. وراح أضيف السكر بالتدريج وأخفق البيض إلى أن يتكاثف. راح أضيف البيض بالتدريج حبايب. ومثل ما تشوفون حبايبي طبعا صار 7 دقائق اخفق بيها، وصلت لها القوام هذا ولونها فتح. باع شلون صار اللون حلو وفتح. هسه هنا عندي كوب ونص سكر، 3/4 زيت. شفتوا شلون الكمية؟ نضيف شوية شوية زيت، نضيفه مرة واحدة بالتدريج. هنا خل ابيض حبايب، نضيف الخل ونخلط. هنا أنا برشت قشر الليمون. طبعا هذين الليمونتين كبار اخذت قشرهم او قشر الليمون، ينطي طعم كلش طيب للكيك. ممكن تستخدمون قشر البرتقال وعصير البرتقال او عصير التفاح، اي عصير تحبوه ينطي طعم كلش طيب. انا مجربتهم كلهم كلش طيبين. مجرب عصير البرتقال، عصير الليمون اخلي ربع كوب واكمل عليه مي. وهسه اليوم راح اسويها بالحليب. هنا فانيلا، واخير خطوه هسه نضيف الطحين والحليب بالتناوب. بس ضفنا الفانيلا الريحه طلعت تخبل حبايب. باعوها شلون تكاثف البيض والطاسه تقريبا صارت 3/4. هسه الدقيق هنا وهاي اخير شي من الطحين. وحبايب هيجي قوامها صار مثل ما تشوفون. شوفها شلون ناعمه وحلوه هيجي. وهسه حبايب نوزع العجينه. راح اوزع تقريبا ربعها. ايش راح اسوي هسه؟ بس شوية تمشي العجينة. طبعا هذا القالب مثل ما تشوفون دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، طبقة خفيفة من الطحين. وخرت الباقي لانه اذا بقت كمية كبيرة من الطحين راح بعدين تطلع على السطح هيك تصير الكيكة مثل ما نقول متشولحة. وحبايبي هذا الكاكاو، شوفوا هذا المحلى، راح ارش طبقة خفيفة منه تنطي طعم كلش طيب. اذا ما متوفر عندكم ممكن تستخدمون البودرة اللي يعني بدون سكر، اقصد البودرة اللي بدون سكر. هذا مخلوطي سكر اللي يشربوا الحليب، الكاكاو والبودرة، ينطي طعم وريحة كلش طيبة. واوزع طبقة لخ. ورشة خفيفة أخيرة
حتشوفوها شلون تطلع وشلون تصير. هسه مجهزه الفرن على درجه حراره 305 فرنهايت 180 مئوي. وحبايب اكو شغله مهمه قبل لا ادخل هاي الكيكه الفرن، طبعا راح اخلي اني فرني كلش ساخن، ومشكله هواي ناس انه فرنهم كلش ساخن. فالحل هاي المشكله اخلي الصينيه جوا القالب اول حل، وثاني حل اخلي فد جدر فد اي شي بايركس بمي يغلي بالفرن بقاعه الفرن، يساعد انه الكيكه ما راح تحترق، لانه اذا الفرن ساخن مثل فرني كلش ساخن ما راح تحترق وتستوي على كيفها، والسطح ما راح ييبس وتطلع الكيكه روعه. وحبايبي حبيت اشوفكم شنو اقصد انه نخلي مي حار. باعوا هذا القالب الصغير عندي خليت بيه مي حار يغلي بقاعه الفرن على مود يساعد الكيكه انه تصعد وما يبس السطح مالتها. للناس الافران هم درجه حراره الفرن مالتهم كلش عاليه، صدقوني كلش تساعد هوايه. وهاي كيكتي الحلوه اللي تجنن اخذت حبايبي 50 دقيقة بالفرن مثل ما تشوفون شلون نفشت. تقريبا اني اقل من نص القالب خليت العجينة، باعوا شلون نفشت وارتفعت. وقياس القالب حبايب هذا 26 سنتيمتر، لازم يكون القالب مناسب ويا حجم العجينة. حبايبي الملخص مال نجاح الكيك او نجاح الكيك عموما، اول شيء لازم تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. يعني البيض مثلا اذا البيض بالثلاجة واحنا مستعجلين نريد نسوي كيكة مو مشكلة، نجيب مي دافي مو كلش حار يغلي، مي دافي يعني تقريبا شوية اعلى من درجة حرارة الجسم، ونخلي البيض بيه خلال 10 دقائق او اقل البيض راح يدفى وممكن نسوي بيه كيكة. هاي بالنسبة للبيض. الحليب لازم ندفيه شوية. جميع المكونات يعني لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، هاي شغلة مهمة. ثاني شغلة لازم لما نخفق المكونات نخفقها، يعني مثلا اني من خفقت البيض طبعا اكو هواي طرق لخفق الكيك او خلط الكيك. مثلا نقدر نخلط كل المكونات يعني سكر وبيض وكل المكونات مع بعض بخطوة واحدة، بس بهاي الخطوة لأن نريد الكيكة لونها فاتح وهشة خفقت السكر ويا البيض، يعني ضفت السكر بالتدريج حتى نحصل على اللون الفاتح وتنطينا كيكة يعني مرتفعة شوية. بالنسبة للدقيق لازم لما نضيف الدقيق ما نضيفه خاشوقة وكوب، لازم نضيفه على دفعتين ونخفقه بسرعة، لأنه لما نخفق هواية الكيك لما نضيف الطحين ونظل نخفق يعني نضيف ربع كوب ونخفق نضيف ربع كوب ما يصير هيجي. لازم لما نضيف الدقيق على المواد السائلة تقريبا دفعتين إلى 3، لأنه كثرة خفق الطحين والمكونات راح تصير الكيكة مثل الخبزة عندنا وحتى تصير بقابيق بها من فوق. فلازم ما نكثر بخلط الطحين والمكونات، نخلط بسرعة وبخطوات سريعة، يعني نضيف الخليط الطحين على دفعتين. الفرن لازم الفرن مثل ما قلت لكم اني فرني مرات يكون ساخن، اخلي صينية جوا هذا القالب لما ادخلها الفرن. هاي نقطة ثانية اخلي يعني قالب جدر اي شيء بقاعة الفرن بمي يغلي. شو يسوي هذا المي اللي يغلي؟ يخلي هاي الحواف مال الكيكه ما تصير جوزيه كلش وتحترق، يقلل السطح ما يحترق، الكيكه ترتفع على كيفها، يساعد هوايه. يعني هاي تقريبا يساعد ان الكيكه تطلع مضبوطه 70%. البيكنج باودر والبيكنج صودا هاي الاشياء كلش تاثر على الكيكه، تخلي مثلا البيكنج صودا هوايه يقولوا لي ليش الكيكه مبقعه؟ طبعا بسبب البيكنج صودا. ليش الكيكه مره؟ بسبب البيكنج صودا. الا تكثر البيكنج صودا او البيكنج باودر تخلي الكيكه مره وتبقع، وفي بعض الاحيان ترتفع كلش وبعدين تهبط. كل كوب طحين لازم ياخذ ملعقه كوب بيكنج باودر. وبعض الكيكات اللي بيها مثلا بها زبيب او لوز او كيكه الجزر نضيف لها بيكنج صودا، لانه المواد ثقيله يعني شويه تتغير الكميات. مثل هاي الكيكه اني استبدلت كميه البيكنج باودر بشويه بيكنج صودا. حبايب الكيكه الطحين لازم الخاشوقه مسح مو نتللها. انا استخدمت مثل ما شفتوا الملاعق والاكواب العاديه، فلازم مسح الخاشوقه. بالنسبه للبيكنج صودا ربع الخاشوقه او نصها ومسح، مو تللوها بعدين تصير مره وبها نقاط. هسه راح اقلب لكم هاي الكيكه وشوفوا لا بيها نقاط ولا صفرة، بالعكس لونها فاتح وتخبل. الفرن ما يصير نفتح الفرن قبل مرور 30 دقيقه
اكو بيهم يعني بينا حاله احنا ما عرفانهم بهالحال. لما اجي اكون يعني حيل متحمسه اسوي كيكه جديده، بس ارد افتح الفرن واشوف الكيكه شلون صارت، لا لازم شوي نصبر وننتظر 30 دقيقه ووراها نفتح ونجيك. ولو ماكو داعي يعني هيك كيكه بهالقياس بين كوبين ونص الى 3 اكواب بقالب واحد تحتاج 40 دقيقه حتى تنضج، 40 50 دقيقه، يعني مستحيل تنضج قبل هذا الوقت. بعد شنو؟ اعتقد يا ربي يعني ما نسيت اي شيء بالنسبه للاشياء المهمه بخبز الكيك. هسه راح اقلبها قدامكم هاي الكيكه وتشوفوها، وراها تبرد في 10 دقائق وراح اقطعها وراح تشوفون كيكه تخبل. هسه حبايب راح اخلي الشبكه المعدنيه يعني شويه الكيكه بعدها حاره. اوبا وهاي كيك تباعوا هش حالاتها تخبل طبعا روعة. شوفوا هش حالاتها. هسه انتظرها تبرد فد ربع ساعة واقطعها قدامكم وحتشوفون شلون شكلها من جوا يجنن. وحبايبي هسه راح ازينها بهذا السكر، سكر مطحون او شكر مطحون مع 4 ملاعق عصير ليمون، او ممكن تضيفون مي اذا ما تريدون عصير ليمون حامض، وهيج خطوط. وهسه نيجي نقطعها. باعوا الهشاشة حبايب شلون هشة بشكل مو طبيعي. هسه هاي القطعة باعوا شلون هشة، باعوا شلون الكاكاو صار شكله شقد حلو ونازك، باعوا شقد هشة تشوفون. شوفوا حبايبي باعوها روعة. شوفوا المي الحار اللي خليته، باعوا شلون هالطبقة البنية شلون خفيفة وفاتحة وطرية، باعوا شلون طرية تشوفون. باعوا بسبب انه خليت بقاعة الفرن مي حار يغلي بقالب او بجدر او اي شيء متوفر عندكم، او قالب فافون فارغ. باعوا شلون طري. كل مرة لما يكون فرني ساخن كلش وما اخلي مي هاي تصير طبقة كلش مقرمشة ويابسة. باعوا هسه شلون طرية، هذا كله بسبب هذا الوجه مالتها. باعوا الشوكولات، باعوا شلون طرية حبايب وهشة روعة هاي الكيكة. والمقادير حبايب هاي روعة، اذا تلتزمون بيها تطلع هاي الكيكة فد شي مو طبيعي. وهاي وصفتي. طبعا انا هاي الكيكة مجربتها يعني كلش هواية، اعرف طعمها كلش طيب، ومسويتها بالبرتقال طبعا طعمها روعة. بدل الحليب تستبدلوه بالبرتقال مثل ما قلت لكم، او ممكن ما يوظفوا له شويه عصير ليمون او اي طعم تضيفوه، يعني تطلع بكل الاطعمه كلش طيبه ونفس النتيجه. بس تتبعون المقادير والطرق اللي قلت لكم عليها تسووها وحتحصلون على اطيب واحسن كيكه. حبايبي هاي وصفت لهذا اليوم، وعاشت ايدي وايديكم وايدينا اللي راح يسويها. اشوفكم بالوصفه الجايه ان شاء الله. مع الف سلام.